في بيوت بتحكي مش من باب الذكرى، لأ، من باب اللعنة. في أماكن لو دخلتها مش لازم تلمس حاجة علشان ما تأذيش نفسك، كفاية تبص حواليك وتبدأ تسمع الأصوات اللي ما بتسكتش. القصة اللي هحكيها النهاردة ما حصلتش في قرية مهجورة ولا بيت مهجور ولا الكلام ده، دي حصلت في قلب مدينة القاهرة وفي قصر اسمه قصر آل شوقي. وقبل ما نعرف ايه اللي حصل في القصر عاوزين نحضر الطقوس اللي متعودين عليها، سماعتك وقهوتك واجهز علشان سهرتك. أنا يوسف، مهندس ديكور شغال في الترميم، خصوصا الأبنية القديمة. اتعرض عليا شغل لترميم قصر قديم في منطقة الزمالك اسمه قصر آل شوقي. المكان كان مهجور بقاله أكتر من 40 سنة. اللي كلمتني كانت حفيدة صاحب القصر، ست كبيرة في السن اسمها مدام ناهد شوقي. رنت عليا وقالت لي: يا أستاذ يوسف، عايز أرجع القصر للحياة بس لازم يتفتح تاني. قلت لها تمام، مفيش أي مشكلة. جهزت حالي وجهزت حاجتي ورحت على القصر. أول ما دخلت القصر مع العمال ومن أول لحظة حسيت بحاجة غلط. كل حاجة متجمدة كأن الزمن وقف، التراب مغطي الانتيكات، بس الأغرب إن كل حاجة كانت سليمة وكأن حد كان بيهتم بيه من غير ما يبان. العمال كلهم كانوا متضايقين، وواحد منهم اسمه عم صابر قال لي: المكان ده ليه عيون يا باشمهندس وما ينفعش تشتغل فيه بعد المغرب. وبعد أسبوع من الشغل بدأت حاجات غريبة بتحصل. صوت بيعيط من الدور اللي فوق ومفيش حد هناك. الشغل اللي كنا بنخلصه كان بيتفك لوحده تاني يوم. الكاميرات بتسجل حاجات مش مفهومة. ست لابسة فستان أبيض ماشية في الصالة، ولما واجهت مدام ناهد وقلت لها على اللي بيحصل ده قالت لي بمنتهى البرود: اللي في القصر ما بيحبوش الناس الغريبة، بس لو عرفوا نيتك ممكن يسيبوك في حالك. المهم أنا لقيت أوضة مقفولة، ولما فتحتها لقيت صندوق خشب جوه فيه أوراق قديمة ويوميات شخص اسمه حسن شوقي، ابن صاحب القصر الأصلي. كان بيحكي عن حاجة اسمها الغرفة 9، أوضة محدش مسموح له إنه يدخلها، ومقفولة من يوم ما واحدة اسمها رقية ماتت فيها سنة 1934. وكان كاتب في آخر سطر: رقية لسه جوه ومش هتسكت لحد ما حد يسمعها. الفضول غلبني، قررت ادخل الغرفة 9. كان بابها مقفول ب3 اقفال قديمة. لما فتحتها الريحة كانت بتخنق قوي وفي برودة مش طبيعية. الحيطان كلها مرسوم عليها وشوش ستات، والوشوش بتبص كلها في اتجاه واحد ناحية مراية مكسورة. وفجأة سمعت صوت: يوسف، انت دخلت ليه؟ صوت الخطوات جاي من ورا، بس لما بصيت ورا مفيش حد. من بعد الليلة دي حياتي اتحولت لجحيم. كل ليلة أحلام مرعبة، كل مراية في بيتي بدأت تبين صور ناس أنا أصلا معرفهمش. جالي مكالمة من رقم مجهول، ولما فتحت سمعت نفس الصوت: الغرفة لسه مفتوحة، اقفلها. رجعت للست ناهد أواجهها بالكلام ده، وقفت لي بكل برود وقالت لي: رؤية كانت أخت جدي بس كانت ملبوسة، كانوا بيقولوا ان جواها جن اسمه عزازيل، ولما ماتت اتحبست في المراية. كل اللي دخل الغرفة 9 يا اما يموت يا اما يتجنن، وانت فتحت عليها الباب تاني. قررت ارجع القصر لوحدي في اخر الليل ومعايا شيخ كبير وصديق ليا. دخلنا الغرفة 9 وبدأ الشيخ يقرأ قرآن، وفجأة الدنيا كلها اتقلبت. الحيطان كلها بدأت تطلع دم من قلبها، والمراية بتتهز والصوت بيعلى: انا هنا، أنا لسه هنا. الشيخ صرخ بصوت عالي: اقفل المراية، اكسرها يا يوسف. كسرت المراية بكل قوتي. صرخة طلعت من المراية كانت زي 1000 صوت بيصرخوا مرة واحدة. وبعد ما كل حاجة خلصت والصوت اختفى، القصر اتحرق بعدها بأسبوع. قالوا إن في مولد كهرباء انفجر، بس الحقيقة أنا متأكد إن المراية لما اتكسرت في حاجة حصلت بسببها. مدام ناهد ماتت بعدها بيومين، وقالوا إنها كانت بتضحك وهي بتموت. وأنا لغاية دلوقتي كل لما أبص في مراية بشوف وشي، بس عيني مش بتتحرك، كأن الخيال اللي جوه المراية شخص تاني غيري. في بيوت فيها ذكريات وفي بيوت فيها لعنة، ولو لقيت أوضة فيها مراية مكسورة افتكر في أرواح جوه مستنية تخرج. تصبحوا على خير.